السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت افترضنا إن في حد طلب من حضرتك تعمل بحث عن تأثير التطور العلمي على التطور التكنولوجي، وحضرتك طلبت مساعدتي، بس أنا الحقيقة نفضت لك واتكلمت في حاجات تانية خالص كانت مجرد فرش عشان نتكلم النهاردة. أنا بقى جاي النهاردة عشان أساعدك تعمل البحث بتاعك. بس لحظة، الحلقة اللي فاتت احنا ما جبناش سيرة التكنولوجيا خالص، عارف، وعشان كده أنا جاي النهاردة أكلمك عن التكنولوجيا. إيه هي التكنولوجيا؟ التكنولوجيا كلمة يونانية الأصل مكونة من مقطعين. المقطع الأول تكنو بمعنى حرفة أو مهارة، والمقطع الثاني لوجي بمعنى علم أو دراسة، واستخدمناهم مع بعض بمعنى علم التطبيق. وطبعا احنا في اللغة العربية بنقول عليها تقنية. طبعا في تعريفات كتير للتكنولوجيا، لكن الحقيقة ما تهمناش دلوقتي، اللي يهمنا نفهم يعني ايه تكنولوجيا. الحقيقة في ناس كتير معتقدة إن التكنولوجيا دايما مرتبطة بحاجات معقدة زي الكمبيوتر ورحلات الفضاء والعربيات وغيرها، لكن التكنولوجيا لفظ ممكن نطبقه على حاجات أبسط بكتير، زي الأقلام والمفاتيح والكراسي وحتى الأحذية. يعني اختصارا ممكن نقول إن التكنولوجيا هي كل الطرق والأدوات اللي بنستخدمها في حياتنا عشان نلبي بيها مطالبنا واحتياجاتنا. نقطة مهمة هنا، في اختلاف على تعريف التكنولوجيا ما بين علماء الاجتماع من جهة وما بين المهندسين والعلماء من جهة تانية، لأن علماء الاجتماع عرفوها على أنها فنون صناعية، بينما المهندسين والعلماء صنفوها على أنها مكافئ للعلوم التطبيقية. طيب، التكنولوجيا ظهرت إمتى وإزاي؟ أول شكل من أشكال التكنولوجيا ظهر في العصر الحجري، لما كان أجدادنا بيستخدموا العصاية والحجر وحولوهم من أشكالهم الطبيعية لأشكال أسهل في استخدامها. لكن ما بين سنة 3000 قبل الميلاد ل 500 قبل الميلاد الأعمال البشرية اتطورت جدا، وظهر حرفيين وعمال المهرة قدروا يطوروا الأدوات دي تطوير كبير جدا، والفترة دي ممكن نعتبرها بمثابة التحول التكنولوجي الأول في التاريخ. وبسبب التحول ده ظهرت حضارات عظيمة زي الحضارة المصرية القديمة وحضارة بابل وأشور والصين، وطبعا غيرها من الحضارات العظيمة. نقطة التحول الثانية ظهرت في العصر الإسلامي لما حصل توسع كبير للدولة الإسلامية، وحصل اختلاط للحضارات الموجودة وقتها، وقدر العلماء والمهندسين في الفترة دي إنهم يطوروا من الأدوات دي تطوير رهيب بمقاييس الزمن ده طبعا. والفترة دي كانت بمثابة تمهيد للثورة الصناعية. أما فترة النهضة التكنولوجية الكبيرة فظهرت في القرن الثمنتاشر بعد الثورة الصناعية الأولى واختراع المحرك البخاري والكهرباء عشان يتغير شكل العالم تماما. وأخيرا في العصر الحديث وبداية القرن العشرين ومع الثورة العلمية بدأت التكنولوجيا تاخد منحنى مختلف تماما، لدرجة إننا في آخر 50 سنة بدأنا نشوف تطوير رهيب للأدوات، لدرجة إن في ناس كتير مش ملاحقة، مش قادرة تواكب التطور التكنولوجي اللي حصل دلوقتي. وممكن يعني نلخص كل الكلام اللي فات ده في إن التكنولوجيا هي تطبيق للعلوم نحل بيه المشاكل اللي بتظهر قدامنا. هنا هنلاحظ ملاحظتين مهمين جدا. أولا، إن العلم والتكنولوجيا هما حاجتين مختلفين لكن بيكملوا بعض، بمعنى إن الاتنين بيطوروا بعض عشان نوصل لأحسن استخدام للأدوات اللي هنحتاجها. ثانيا، إن كل الكلام اللي أنا بقوله ده بينطبق حرفيا على الكلام اللي أنا قلته عن الهندسة. طب ده معناه إيه؟ هقول لك، بس مش دلوقتي. إزاي بقى ممكن نلخص العلاقة ما بين العلم والتكنولوجيا؟ العلم والتكنولوجيا هما وجهين لعملة واحدة، بيكملوا بعض زي ما قلنا، وكل واحدة فيهم بتعوض القصور اللي عند التانية. طيب، عشان نفهم الموضوع، العلم دايما بيسأل ليه؟ بمعنى ليه الحاجة دي بتحصل؟ طب ليه ما حصلتش بطريقة تانية؟ طب لو اتغيرت الظروف هتحصل بنفس الطريقة؟ طب لو اتغيرت الظروف وما حصلتش هل ممكن أخليها تحصل؟ دي الطريقة اللي العلماء بيسألوا فيها. التكنولوجيا بقى السؤال دايما بيكون ازاي؟ ازاي اعمل دي؟
ازاي اقدر اسهل عمل دي، ازاي اخلي دي احسن، اسرع، اقوى، وهكذا. اخر حاجة لازم نعرفها انه طبيعي ان العلم يكون بيسبق التكنولوجيا، لان التكنولوجيا دايما بتعتمد على العلم، وده لا يتعارض مع كلامي ان التكنولوجيا تاريخيا سبقت العلم. لكن الاختلاف هنا ان التكنولوجيا زمان كانت بتعتمد على الملاحظة والتجربة والخطأ. طيب، كده فهمنا علاقة التكنولوجيا بالعلم. ايه بقى دخل الهندسة في الموضوع؟ ما هو يعني لو حضرتك مركز معايا وشفت الحلقات اللي فاتت كنت فهمت ان كل كلامي عن التكنولوجيا النهاردة هو تقريبا نفس كلامي عن الهندسة. فيعني معناها ان التكنولوجيا هي الهندسة. ايه ده بجد؟ لا، الحقيقة لا. انا هنا مش دقيق، عايز الدقة. التكنولوجيا هي التطبيقات الهندسية اللي اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، وبالتالي يعني انا ما ضحكتش عليك الحلقة اللي فاتت، شرحت لك الموضوع البحث بتاعك. بحث ايه؟ ركز ركز وخليك معايا. علاقة التكنولوجيا بالهندسة علاقة سببية. زي ما الهندسة بتبدأ من حيث انتهى العلم، فالتكنولوجيا بتبدأ من حيث انتهت الهندسة. التطبيقات الهندسية واللي هي ما بين قوسين التكنولوجيا هي آخر مراحل العمل الهندسي، أو بمعنى تاني هي الناتج النهائي للعمل الهندسي. لأن الأعمال والمشاريع الهندسية بتعدي على مراحل وخطوات كتيرة جدا ما بين دراسة وتصميم وتخطيط وتنفيذ. وبالمناسبة يعني ده موضوع حلقتنا إن شاء الله اللي جاية. الشاهد إن المراحل الكتير دي بيكون لها منتج نهائي أو تاريخ نهائي. في الآخر أنا عايز أطلع حاجة، الحاجة اللي بتطلع دي الناتج النهائي ده هو التطبيق الهندسي اللي هي إيه؟ التكنولوجيا. طيب، بس كده؟ هل يعني هي دي التكنولوجيا ومفيش حاجة تانية؟ الحقيقة لا. لأن حتى الطريقة اللي بنشتغل بيها أو الخطوات اللي بنرتب بيها الشغل هي نفسها تعتبر تكنولوجيا. لأن التكنولوجيا مش مجرد أدوات، لكن هي مجموعة أدوات وأفكار أقدر بيها أطور وأنفذ التطبيقات الهندسية بأسرع طريقة وأقل تكلفة وأعلى كفاءة، وده لب العمل الهندسي. يبقى كده لو بنينا على الحلقة اللي فاتت مع الحلقة دي ممكن نلخص الموضوع كالتالي: نظرية علمية أو اكتشاف، يجي مخترع يستغل حاجة منهم أو الاتنين ويعمل اختراع أو مجموعة اختراعات عشان يجي مبدع يطلع بفكرة إبداعية لمنتج جديد ومناسب لاحتياجات السوق. بعد كده يجي مبتكر يقدر ياخد الفكرة الإبداعية دي ويحولها لابتكار، يطلع المنتج بشكله النهائي اللي الناس هتعرف تستخدمه بسهولة وبسرعة وبدون تعقيد. الله، طب فين الهندسة والتكنولوجيا في الموضوع؟ في الرصة اللي أنا رصيتها دي. ما هو يا سيدي الفاضل الشخص المبدع ده غالبا بيكون مهندس، والمبتكر برضه غالبا بيكون مهندس، والمنتج النهائي بقى بيكون هو التكنولوجيا. يعني كده ممكن نطلع بتعريف جديد للهندسة. ممكن نقول إن الهندسة هي تحويل الاكتشاف العلمي لتكنولوجيا. يبقى كده قدرنا على مدار الحلقات اللي فاتت نوضح إيه هي الهندسة وإيه علاقتها بالعلوم والتكنولوجيا. والحقيقة أنا عايز أقفل المقدمة الطويلة دي، فعشان أقفلها لازم كمان أوضح شوية حاجات، فمعلش استحملوني لغاية ما نخلص الحلقة دي. قلنا قبل كده عن الهندسة إن هي علم تطبيقي، والحقيقة إن الهندسة رغم إن أغلب التعريفات بتوصفها على إنها مهنة أو فن أو نظام، لكن في شبه إجماع أكاديمي إن الهندسة هي نوع خاص من العلوم بيسموها العلوم الهندسية، ودي حاجة مختلفة عن التخصصات الهندسية اللي اتكلمنا عنها قبل كده. لأن التخصصات الهندسية هي فروع أو مجالات مختلفة زي ما قلنا قبل كده، لكن العلوم الهندسية هي علوم بالمعنى المتعارف عليه، نظريات مبنية على المعادلات الرياضية والفيزيائية بنحولها أو بيحولها المهندسين لقوانين خاصة غالبا ما حدش بيستخدمها غيرهم، غير المهندسين. يعني المهندسين بياخدوا القوانين دي وبيستخدموها في تصميم المنتجات وتحليل البيانات الخاصة بالمنتجات دي، بحيث إن أقدر أحقق أصعب معادلة هندسية. واللي دايما هتسمعها مني في القناة دي فما تزهقش: أصعب معادلة هندسية هي أقل تكلفة، أقصر وقت، أعلى كفاءة أو أعلى جودة. الاختلاف بين العلوم الهندسية والعلوم النظرية إن العلوم الهندسية دايما بتكون مبنية على مجموعة كبيرة من العلوم زي الفيزياء والكيمياء والرياضيات وغيرهم طبعا كتير، لكن
مع إنها بتتبني على العلوم دي، الهندسة أو العلوم الهندسية بتهتم بالنظرية النهائية. لا يهم المهندس إطلاقا تفاصيل إثبات النظرية. يعني إيه؟ يعني العالم النظري بيطلع نظرية أو بيأسس لنظرية علمية وبيثبت صحتها. المجتمع العلمي بيقر بصحة النظرية دي، فورا المهندس بياخد الناتج النهائي أو النظرية نفسها بدون ما يدخل في تفاصيل إثباتها إيه، وبيبدأ يعمل بيها نظرياته الهندسية الخاصة. والمهندس دايما بياخد حاجة من كل حاجة، والموضوع ده اتكلمنا عنه قبل كده. حاجة كمان عايزين نعرفها، إن المهندس بيتم تدريبه وتعليمه وتدريسه علم التحليل. بمعنى محور دراسة المهندسين باختصار إنه بيطلع المهندس إزاي يقدر يدرس السوق ويعرف هو محتاج إيه، وبعد ما يقدر يتوقع الاحتياج ده عبارة عن إيه، يبقى لازم يعرف إزاي يقدر يوفره ويطلعه في شكل منتج، ولازم يكون عنده تصور للمنتج ده شكلا، وبعدين نبدأ نعمل التصميم اللي هننفذ بيه الشكل اللي احنا تصورناه، ونشوف هل ممكن ننفذ الشكل ده، يعني التصميم ده قابل للتنفيذ ولا لا. طيب بعد كده لازم أتوقع المشاكل اللي هتحصل أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ. خلاص توقعتها، ابدأ بقى فكر هتحلها ازاي أو هتتجنبها ازاي. ازاي أقدر أوصل للمنتج النهائي من غير المشاكل دي بطريقة ما تأثرش على كفاءة المنتج. خلاص كده وصلنا لكل الكلام ده، نبدأ بقى نشوف ازاي هسوق المنتج واقنع بيه المستهلك. وطبعا انت اكيد مركز واخد بالك ان كل ده احنا لسه ما بدأناش انتاج اصلا، لسه ما بدأناش نعمل اي حاجة. كل ده احنا بندرس حاجة ممكن تتعمل وممكن ما تتعملش. اخر حاجة لازم نعرفها عن المهندسين، ان المهندسين بيشتغلوا في مجموعات. مفيش مشروع هندسي بيتم بمجهود مهندس واحد او حتى تخصص هندسي واحد. وعشان كده من اهم اساسيات المهندس الشاطر انه بيعرف يشتغل تحت مجموعة أو مع مجموعة. وأعظم المشروعات الهندسية تمت بمشاركة مجموعة كبيرة جدا من المهندسين من تخصصات هندسية مختلفة بتكمل بعضها. وبرضو أعظم المهندسين اللي نعرفهم زي زويا حديد أو فانيفر بوش أو جيمس بي إيتس أو ثيودور فان كارمن أو غيرهم، طبعا كانوا مهندسين عظماء في الشك، لكن ما كانوش بيشتغلوا لوحدهم. كل واحد فيهم كان معاه جيش من المهندسين والفنيين بيساعدوهم وبيكملوا شغلهم. يعني ممكن نعتبر ان كل واحد فيهم مهندس عبقري، بس في نفس الوقت هو تيم ليدر عبقري. وفي النهاية حابب انوه ان كل الحلقات اللي فاتت بما فيها الحلقة دي كانوا مجرد مقدمة احاول اوصل بيها لصورة نقدر نرسم بيها المهندس في اذهاننا بعيدا شوية عن الصورة التقليدية اللي كانت في دماغنا قبل كده. وإن شاء الله بداية من الحلقة اللي جاية هنبدأ ندخل في الموضوع ونتكلم عن الهندسة والمهندسين بيعملوا إيه وبيشتغلوا إزاي. فلو حابين تشوفوا الموضوع مع بعض ونشوف الحاجات دي بتحصل إزاي وإيه تفاصيل العمل الهندسي، يا ريت تعمل لايك وشير، تشترك في القناة، تفعل علامة الجرس عشان توصلك الحلقات الجديدة لحظة نشرها. سلام عليكم.